ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ جمعة طيبة وجمعة خير علينا كلنا يا رب. طبعا الجمعة عيد للمسلمين كلنا، كل سنة واحنا طيبين. الحقيقة النهاردة هو فيديو هيبقى سريع كده، فضفضة من القلب، كده بدل ما طق من جنابي لاني متضايقة شوية الحقيقة. هو حصل موقف كده، موقف ما انه بصرف النظر عن الموقف انا زعلانة من نفسي جدا لاني لسه بتخدع في الناس لغاية النهاردة. أنا الحقيقة أي حد باقابله بيبقى فيه ثقة من أول مرّة، والحقيقة معظم الناس ما خذلتنيش يعني. بصراحة هي معظم الناس كويسين، 90% من الناس كويسين، اللي أنا اتعاملت معاهم عمومًا يعني. فأنا مش هاظلم الناس كلّها عشان 1 أو 2 أو 3 يعني بصراحة. 95% كمان من الناس كويسين جدًا في التعامل. اللي عايزة بس أقوله إن أنا باتكلّم بس عشان يعني أفضّي شوية، لإن أنا حاسة إني اللي يهمني في ده كلّه هو نَفْسي. فأنا باعتذر لنَفْسي جدًا، جدًا، جدًا على إن أنا كنت قاسية معاها. وباعتذر لها لإن هي الشخص الوحيد اللي أنا بادين له بالاعتذار. واتعلّمت من الموقف ده إنه لازم الإنسان يحكّم عقله في جميع الأحوال. ما ينفعش أبدًا تمشي ورا عواطفك، وهو ده درس عمري. باقول إنه الإنسان دايمًا يمشي ورا عقله، لإن العقل هو اللي بيكسب. فدايمًا مهما كانت مشاعرك مثلًا متعاطفة مع شخص ما، لازم تحكّم عقلك لو مهما كانت الأسباب. معلش هي ممكن ما تنجحش من أول مرّة، لكن الإنسان في جميع الأحوال لازم يحكّم عقله وما يمشيش ورا عواطفه. اوعك تمشي ورا عواطفك، وبكلم الولاد كمان ما تمشيش ورا عواطفك. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.